متابعينا الكرام، السلام عليكم. دعا المرجع الديني قاسم الطائي السبت إلى ترك أو التقليل من لعبة البوبجي، فيما اعتبر أن هذه اللعبة تساعد على تفكك العلاقات الاجتماعية القريبة. وقال الطائي ردا على سؤال تقدم به أحد أتباعه عن لعبة البوبجي إن هذه اللعبة تنمي القوة الغضبية عند الإنسان، بحيث تصبح غالبة لا مغلوبة بقوة العقل، مبينا أنه بذلك تصدر من الإنسان تصرفات لا تخضع للضبط العقلي، ويكون الشخص حاد المزاج وعصبي على الدوام، ويشعر بداخله إرادة افتراس لآخر وهزيمته ولو بأبشع الأفعال الدموية. وقال إن هذه اللعبة تكون محرمة ويجب تركها إذا كانت تلهي الفرد عن أعماله، وأضاف إن فيها إلهاء وصرف ووقت طويل قد يكون على حساب أوقات الصلاة والالتزام بها، بحيث يستغرق في اللعب ساعات وهو لا يشعر بإضاعة الوقت، مشيرا إلى أن الاستغراق في استعمالها قد يقتل روح الإبداع والإخلاص في العمل، فيصبح الفرد كسولا وخاملا. متابعينا الكرام، لا تنسونا أن تشاركونا برأيكم حول هذه اللعبة. إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسونا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة عن طريق زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وتفعيل جرس الإشعارات ليصل لكم إشعار عند نشر فيديو جديد أو الإجابة على تعليقاتكم. تحياتنا لكم.